السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى ان شاء الله معانا وصفة هي كلها من افتكاسات ماما. هتقولوا لنا بقى واحدة واحدة كده هنعمل ايه، بس سلمي عليهم الاول. ازيكم حبايب قلبي. هنعمل بقى حاجه حلوه كده. يعني مغذيه، هنعمل حاجه كده مغذية، يلا ايوه بينا. يلا بينا. على طول ايه كده اللي موجود في البيت بنلمه على بعض وبنحطه وهناكلوه في الاخر. ايوه هيطلع حلو ان شاء طب الله. نعمل ايه اول حاجة؟ قولي كده نسمي الله ونعمل ايه اول هنحط حاجة. كوبايه لبن على النار تدفى. تمام، نحط آه. كوباية لبن على النار تدفى. معاها نص كوبايه سمنه. معاها نص كوباية سمنة. هحط كوباية لبن على النار ومعاها نص كوباية سمنة. دلوقتي اهو دفينا اللبن، كوباية لبن عليهم نص كوباية من السمنة اهو. دفيناهم زي ما انتم شايفين كده عشان نسيح السمنه بالظبط كده. وهنجيب نص كوبايه نص سكر. كوباية من السكر وهنضرب ده مع بعض كويس. بنفضل بقى نخلط السكر مع اللبن مع السمنة لحد ما السكر معانا يدوب تماما زي ما انتم شايفين كده اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هننزل بالبيضايه والفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. البيضايه اهي ونازلين عليها كده على طول باكيت فانيليا زي ما انتم شايفين اهو. ونضرب بقى. لما ضربنا البيضه، كوبايه اللبن ونص كوبايه السمنه نص كوبايه سكر. ايوه والفانيليا. هنضيف بقى هنا كوبايه ونص من السميد. دي كوبايه ودي نص. نزلنا بكوبايه ونص من السميد، عليهم نص كوبايه من الدقيق الابيض، عليهم بقى ايه ملك الوصفه جوز الهند. كوبايتين من جوز الهند. دي كوبايه، نضيف الكوبايه الثانيه. طبعا كله عارف فوائد جوز الهند ايه الرحيم. وادي كوبايتين. دي كده كوبايتين من جوز الهند ونص كوبايه من الدقيق، وكوبايه ونص من السميد، عليهم كده معلقه من بيكنج باودر. وهنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض. نقلب كل ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلط كده المواد الجافه الاول مع بعض كده اهو. نبدا بقى نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهو. نقلب بقى الخليط ده كله اللي هو كان عباره عن كوبايه من اللبن. دلوقتي بقى ده اهو القوام اللي احنا عايزينه. شايفين اهو الشكل ده. هنجيب بقى صينيه تكون مدهونه ماده دهنيه كده، ويفضل ان هي تكون سمنه ما تكونش زيت اهو. هنفرد بقى كل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفردها معايا كده الهراسه بتاعت البطاطس. هفردها بقى، هفرد كل المكونات اللي معانا دي. كوبايه ونص سميد، نص كوبايه سكر، صح، بيضايه، فانيليا، نص كوبايه دقيق، كوبايه لبن، ونص كوبايه دقيق، وكوبايتين جوز هند. مش عايزين سمكها تخين قوي. طبعا وهي معلقه. اوعوا تفكروا ان هي مش هتاخد الصينيه كلها، هي هتاخدها، هي لسه تخينه معايا اهي. هفردها بقى. ممكن تبلي ايدك شويه كده وافرديها بس عشان الكاميرا والتصوير هنعمل فعلا ده، بس هقفل وارجع لكم. كده هبططها بقى بايدي. بطيها. هبطها. دلوقتي بقى بعد ما بطيناها جملناها بالشوكه كده، حبه كده وحبه كده وحبه كده، ونحطها بقى في الفرن على الرف الاوسط درجه حراره 180 كده، اللي هو الكراز الاحمر ده. تقسموها بالنص وتحطوا كام واحده كده، او سوداني او سوداني. زبيب. انا عندي سوداني بس مش هحط زبيب. انا عندي بس مش هحط. اهو موجود اهو. طيب ماشي، عايزه تحطي حبه حطي، مش عايزه تحطي عايزه تحطي حبه حطي. يلا الكلام بيجيب بعضه، يلا مش خسرانين حاجه بقى. نجمل بس تنسيها بقى ونبطها برضو. نبط السوداني كده في النص علشان ما يخرجش مننا وهي بتستوي. بس حلو قوي. حلو في الزمان ده. بيحصل له ايه بقى ماما؟ بسرعه بيستوي. ونبطها كده اهو. يلا مش هاردين منها حاجه. ايه يعني اللي هيحصل؟ يلا بينا نصلي على الرسول بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
معايا على طول من الفرن زي ما انتم ما شايفين. طبعا هي لسه سخنه، شايفين لونها احمر ازاي، بسم الله ما شاء الله. وهي سخنه بقى معايا كده هنزل بالشربات السخن عليها على طول. طبعا الشربات ده احنا قلنا كوبايتين سكر. هي بقى ايه هتشربه كله اهو. ما واهم حاجه يكونوا الاثنين لازم يكونوا دي مغليه، دي لسه طالعه من الفرن على طول، دي سخنه ودي سخنه. ماشي. ده ليمون، شويه ليمون عادي. وحتى لو هنشيله. هي هتشرب الشربات زياده، هي يعني هتشرب. هو تفكروا ان هي مش هتشرب كل ده، لا هي هتشرب اهو. حركيه بقى كله. هحركها زي ما انتم طبعا احنا قلنا ده سميد ودقيق وايه وجوز هند، وكميه جوز الهند هي اكتر حاجه. كوبايتين جوز هند، نص كوبايه دقيق، بس كده عشان احرك معاكم. كوبايه ونص سميد اهو. هي هتشرب كل العسل ده. دي تعتبر ايه 3 في 1 كيك جوزيه شامبو وبس. ايوه بسبوسه اهو. هي هتشرب بقى كل ده، هنسيبها بقى لحد ما تتشرب كل ده ونقطعها وتشوفيها. مش هنفضل بقى نحرك. ايه الاختراع الكوتش ده اللي ماما عملته اهو، شايفين ما شاء الله، شايفين بتقطع ازاي بسرعه معايا. تعالوا بقى ناخد قطعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما كده اول قطعه بتكون معانا هي اصعب قطعه بتطلعيها. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا كده 3 في 1 كيكه وبسبوسه. بصوا شايفين. يلا يا ماما قولي لنا رايك بقى في الاختراع بتاعك. وجوز هند. احنا قلنا كيكه وبسبوسه وهريسه وبسين ايه اهو. وانتي شوفي لا راي. جربوها بقى يا جماعه، نفس المكونات كده 3 في 1. طبعا مغذيه جدا، لبن وبيض وجوز هند وسميد ودقيق، كله لموا كله كده وحطوه على بعض، هيطلع لكم العظمه دي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. سيبكم في رعايه الله.